مساء الخير متابعينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بالحلقه رقم 17 من برنامج صيحه انتخابيه. اليوم عم نطلع عليكم بوجه جديد فينا نسميه، وبشخصيه معروفه داخل مدينه النبطيه، الا وهو الحاج محمد جابر، اللي بيمثل او فينا نقول بالاحرى عنده مركز رئاسه الجمعيه التنظيميه لتجار النبطيه. وايضا حاليا الحاج محمد مرشح لعضويه بلديه النبطيه مع لائحه التنميه والوفاء. اكيد الحاج محمد جابر ايضا صاحب محلات مجوهرات جابر الغنيه عن التعريف. حاج محمد اهلا وسهلا فيك. اول شيء اهلا فيك طارق حبيبي. يعني هيدي المعركه هيدي المشاركه الاولى بالانتخابات لك، وترشحك على الانتخابات البلديه داخل مدينه النبطيه. بدايه قبل ما نفوت بالتفصيل سبب الترشح وهالتفاصيل، خلينا تعرفنا عن حالك اكثر، السيره الذاتيه، شو بتعمل؟ يعني هيدي سؤال اعتيادي موجود عندنا داخل البرنامج. بداية طبعا نحن نتشرف فيكم، والله يعطيكم ألف عافية على المجهود اللي عم تقوموا فيه وتضووا على اشياء كثيرة بمدينة النبطية. أنا محمد بركات جابر من مدينة النبطية، ابن هيدي المدينة، ابن أحيائها لمدينة النبطية، ابن أسواقها. فترة حياتي كلها يعني عشتها هون، ما سافرت، ما رحت على بلاد الاغتراب مثل ما مشهور عندنا نحن بالنبطية وبمجمل يعني مناطق الجنوب، انه بيغتربوا الناس وبيفتحوا تجارة بالخارج لبنان. انا الحمد لله كمحمد جابر بدايتي كانت شغلي وعملي كله كان هون بمدينة النبطية. إلي تجربة طبعا طويلة وعمرها أكثر من 30 سنة بمجال التجارة وريادة الأعمال. رئيس الجمعية التنظيمية لتجار النبطية والجوار. هيدي يعني أنا يعني طبعا ابن مدينة النبطية، تربينا طبعا بهذه المدينة على القيم الأخلاقية والقيم الإنسانية والمبادئ الدينية. وإن شاء الله بنضلنا مستمرين بهذا المجال إلى فترات طويلة طبعا. إن شاء الله. عم نحكي نحن مسيرة حافلة وطويلة أيضا يعني. الله يخليك. حاج، خلينا ننتقل للسؤال الثاني اللي عادة عم نسأله لكل المرشحين، شو السبب اللي دفعك للترشح، أو لحتى أنت قلت أنا لازم أكون موجود داخل البلدية؟ نحن صراحة بقول لك انه انا اذا كنت بالمجلس البلدي اللي رح يكون ان شاء الله، وان شاء الله بكون يعني في لنا حظ انه لانه هي في منافسة شريفة طبعا، رح تكون بروح رياضية بيننا وبين كل بدنا اللائحة الثانية اللي رح تكون منافسة. هيدي انا صراحة في عندي مقولة بتعجبني كثير للامام علي عليه السلام، طالب الولاية لا يولى. أنا صراحة ما سعيت لإلها ولا كان عندي طموح أن أفوت بالمجلس البلدي، ولكن كان في تمنيات ورغبة من أصحاب وأصدقاء وناس مقربين ومحبين لإلي، فكان يعني كان في رغبة قوية أنه فوت بهذا المجال. ونحن طبعا في لنا تجارب كثير طويلة بمجال العمل الاجتماعي على المستوى الثقافي والأدبي والرياضي بكل والاقتصادي طبعا بمدينة النبطية. على مدار تقريبا أكثر من 10 سنين كنا في لنا حضور كبير، كنا داخل المجلس البلدي ولا خارج المجلس البلدي. طبعا كان المجلس البلدي بهذه الأثناء من الداعمين يعني طبعا لمشاريعنا ولأنشطتنا ولكل شيء كنا نقوم فيه بمدينة النبطية من مهرجانات وأنشطة عديدة يعني كانت الناس والعالم كانت تشوفها بشكل عام. حاليا يعني أصلا نحن على أبواب مهرجان آخر هلا قريبا جدا يعني برعاية الجمعية وبرعاية البلدية. صح، هيدي آخر الشهر هيدا إن شاء الله في عنا مهرجان يعني التحرير والنهوض. التحرير والنهوض، وطبعا في كيوسكات كلها ناس عندها بضائع إنتاج محلي، أصحاب مهن واشياء حرفيه ومونه بلديه.
رح تكون زائد، رح يكون في فقرات وامسيات فنيه بما يليق وما يتلائم مع مجتمعنا وبيئتنا. صحيح. طيب حاج، خلينا ننتقل للسؤال اللي بعده. يعني المدينة حاليا شبه منكوبة مثل ما عم نشوف. صح. والمشاكل كبيرة، يعني في كتير مشاكل. طيب من وين بدنا نبلش؟ يعني حل هيدي المشاكل من وين بتبلش؟ كيف بنبلش فيها؟ صراحة بعد الحرب التدميرية اللي شن علينا العدو والطريق والاسلوب الهمجي اللي ما كان يراعي لا طفل ولا شيخ ولا شاب ولا حجر ولا شجر، زائد انه كان في صمت دولي وصمت عربي على كل المجازر اللي كان عم يرتكبها العدو فينا هون الى جانب اهلنا بغزة. نحن طبعا هون مدينة النبطية كمان كان لها النصيب الاكبر بالتدمير بالنسبة لمناطق ثانية. نسبيا كانت اكثر مدينة كانت تعرضت للقصف وللتدمير وعدد كبير من الشهداء عندنا، وخاصة نحن عندنا بمدينة النبطية هي الأسواق اللي هي بتمثل رمز وأصالة مدينة النبطية على مر التاريخ. نحن مدينة النبطية بدء نشأة مدينة النبطية كانت هي أسواق تجارية، كانت الرحالة تمرق من هون إلى فلسطين وإلى مناطق عديدة، كانت هي صلة الوصل ما بين الساحل وما بين الجبل. موقعها الجغرافي اللي فارض نفسه مهما شو ما صار، إذا إجا ناس نجحوا أو فشلوا بمدينة النبطية، ولكن هي موقعها الجغرافي فارض نفسه كمنطقة تجارية من الطراز الأول على مستوى الأغذية الموجودة بمحيط مدينة النبطية. هلا بالنسبة يعني أنا بقول من أولى الأولويات إزالة الردم وإزالة الدمار، لأنه هيدا بشكل كآبة للناس والعالم اللي عم يفوتوا على مدينة النبطية. صحيح. نحن هالحالة هيدي لازم نشيلها من ذهن الناس والعالم وننطلق من أول جديد وتكون خطوة جديدة لمستقبل مزدهر لمدينة النبطية. طيب يعني حتى انه طيب برغم الضغوطات السياسيه اللي موجوده، وانت عارف انه حاليا لبنان تحت ضغط امريكي، تحت ضغط اسرائيلي حتى من خلال الغارات اللي عم بيشنها العدو الاسرائيلي علينا. طيب نحن يعني اجت الانتخابات البلديه ونجحت اللائحه، بالتوفيق لكل المشاركين لكم وايضا للائحه الثانيه. طيب شو الطرق اللي بدنا نمشي فيها نحن اذا في حال كانش بعد جاي مصاري؟ هل حيكون في اكتفاء ذاتي من الداخل؟ هل حيصير في ضغط على الدولة بهذا الموضوع لحل حالة الأمور؟ لأنه مثل ما عم تحكي إزالة الردم وإعادة الإعمار بحاجة لمصاري. صح. هلا بداية إن شاء الله يعني بيتشكل المجلس البلدي ويكون طبعا متجانس ومتفق كله مع بعض. نحن بنتمنى إنه يكون في تجانس وتآلف وما في يكون في أي عقبات. يعني نحن بنقول إنه المجلس البلدي مع احترامنا الكبير للرئيس ولنائب الرئيس، ولكن هو 21 عضو، لازم ال 21 عضو يكونوا فاعلين وقادرين وأصحاب إرادة. نحن بنقول طبعا في وسائل كثيرة لإعادة البناء. هلا نحن في اشياء كثيره لازم البلديه تقوم فيها، ولكن نحن هلا بما انك انت تفضلت بقصه البناء، في هي ضغط على الدوله، في يمكن دول مانحه نتواصل معها. صحيح. في متبرعين، في مغتربين. المغترب اكيد اذا شاف انه من هذه البلديه في صدق وامانه واخلاص بالعمل والمصاري اللي عم يحطها عم تنصرف بالشكل الصحيح، اكيد رح يتشجع، وبدل ما يدفع رطل رح يدفع رطلين مثل ما بيقولوا. صحيح. مهم انه نحن نكون قد هذه الثقه اللي رح يمنحونا اياها. طيب خبرنا هلا شوي حاج، شو برنامجك الانتخابي؟ شو محضر؟ شو راسم براسك رح تبلش فيه داخل البلديه؟ يعني مبدئيا فينا نقول في 3 مفاصل مهمه كبرنامج انتخابي يعني لازم يكون.
أولى الأولويات هي العمل على الشق الاقتصادي بمدينة النبطية، بما أنه نحن جمعية تنظيمية لتجار النبطية والجوار. تعنى بالاقتصاد. نعمل كل شيء ممكن أنه التاجر يكون مرتاح بشغله بعمله، تسهيلات له بشتى المجالات. ممكن مثلا نطالب بخفض نوع معين من الضرائب ولا لتشجيع له، او خاصة بعد هذه الحرب اللي مرقنا فيها صحيح. يكون في اعفاءات للضرائب حتى كمان عن التجار النبطية، لانه نحن مثل ما قلنا انه النبطية قائمة على التجارة، والسوق التجاري هو اللي بينهض بمدينة النبطية. الى جانب يعني بالشق الاقتصادي، نحن طبعا معروفين من 10 سنين بنقوم بمهرجانات بتشجع التجار واصحاب المحلات واستقطاب الناس لجذب واستقطاب الناس من النبطية، من الأقضية المجاورة، حتى من مناطق تانية، لأنه في عنا كمان ناس ساكنين خارج النبطية يعني ببيروت وبمناطق تانية وبيجوا عليها سبت أحد. نحن على طول المهرجانات بتكون جمعة سبت أحد، إلى جانب إقامة أنشطة أدبية ثقافية. ونحن نتمنى أن البلدية الجديدة اللي بتجي تولي اهتمام كبير بهيدا المجالات. صح. لأنه البلدية مش شغلتها بس هي طرقات مع الضرورة أو الإنارة أو السير، أو في كمان أولويات تانية هي بناء الإنسان. بناء الإنسان هي الأولوية الأولى والأهم عندنا نحن، من خلال إعداد مهرجانات وندوات وبرامج ثقافية ومراكز تدريب للمهارات. هيدا اللي بنتمناه نحن من البلدية الجديدة نطوليه. وكمان إذا ما نرجع للأساس، المجلس البلدي يعتبر مجلس مصغر عن المجلس الحكومي. طبعا أنت عم تضم اختصاصات بالمجلس البلدي، كذلك الأمر بالمجلس الحكومي. فبالتالي يعني العمل المجلس البلدي لا يقتصر أهمية أبدا عن العمل طبعا البلدية هي سلطة محلية عندها كثير، عندها يعني سلطة بأشياء كثير يعني قادرة تقوم فيها. يعني إلى جانب نحن الخدمات، يعني هذه كمان من الضروريات والأولويات، الشق الخدماتي للناس العامة. نحن بنعرف إنه البلديات بشكل عام بتقوم بمشاريع كبيرة، ولكن ما عم تكون يعني في بينه وبين المواطن احتكاك او يعني انت بدك هالاحتكاك يكون موجود. نحن منا يكون في هم الناس والعالم وين، بلش من هون. نحن وجع الناس وين؟ مثلا هلا عندنا مثلا موضوع خطة السير، انا بعتبرها هذه من الاولوية الاولى يعني لمدينة النبطية، لانه الطرقات ضيقة وبعد الحرب كمان صارت اضيق احيانا. طبعا هلا هي هذه الاولويه، كمان نشيل الردم، يعني هذا الردم بيفسح الطريق اكثر. طيب سؤال، بما انه انتقلنا لموضوع خطه السير حنحكي فيها بهذا السؤال اللي جاي، انه كيف كان اداء العمل البلدي؟ يعني خلينا نفوت مثلا نحن بموضوع الزباله، خلينا نفوت بموضوع خطه السير، نبلش بخطه السير، ما زالوا فتحنا سيرتها نحن. كيف لقيت الاداء العمل البلدي بالبلديه سابقا بالمجمل وبالتفاصيل؟ نحن خلينا شوي نفوت بالتفاصيل. لك نحن اذا بدنا نحكي بموضوع الاداء البلدي السابق قصدك؟ ايه. اذا بدنا نحكي بهذا الموضوع صراحه كان في عندنا ناس هن اشرف الناس واطهر الناس اللي بالمجلس البلدي. صحيح. هؤلاء قدموا اغلى ما عندهم، يعني اغلى عطاء هو عطاء الدم. استشهدوا بقلب المركز البلدي، بقلب المجلس البلدي استشهدوا هن، وعم يساعدوا الناس والعالم ويتواصلوا مع الناس الصامدين هون، ويقدموا لهم كل المساعدات. الى جانب الحاج صادق عيسى رحمه الله عليه، عفوا الدكتور احمد، يعني خدماته كانت كبيره. صحيح. مساهماته كبيره بالمجال الطبي، بمجال المساعدات مع الناس مع العالم. انا بعرف اشياء كثيره، كانت الناس اللي مش قادره تفوت حدا مستشفى كان هو يتصل باتصال واحد، كان ممكن انه تنزل الشغله مثلا الفاتوره الاولى من $1000 ل $200. له مساهمات كثيره.
الحاج صادق كان بقلب هذه مدينة النبطية، عم يساعد ويروح ويجي، وعم يعني في اشياء كثيرة تفصيلية هلا مش بوارد الواحد يحكيها، بس الى جانب انه كان مهتم كثير بالشأن، شأن الناس والعالم والنازحين، كان عم يأمن لهم اماكن للنزوح، ومن بيناتها كنت أنا على تواصل معه بموضوع اوتيل على الروشي جهز، ومن مجاميعه كان عم يجهز على فيه. تواصل معه ايضا الحاج صادق، وشفته كيف كان عم بيركض ركض يعني لكل الناس اللي ظهرت من النبطيه، يعني عطاء بلا حدود. صحيح. والله العظيم انا يعني شايفهم، كان يعني انا جيت كم مره على النبطيه يقول لي ما عادش تجي يا حاج ظهار، طب انت كنت عم تبقى هون وعم تقدم روحك وحياتك، بنفس الوقت كنت تخاف علينا، تخاف على الناس وعلى العالم. هذا انسان يعني قد ما حكينا والله العظيم لانه في حق. في خينا محمد حسن جابر، في خينا الحج احمد سلوم. الحج احمد سلوم كان كمان من الناس اللي ساهموا واشتغلوا بمدينه النبطيه بشكل ما حدا عرف فيه، بضربه المستودع يعني بعد استشهاد اخواته بفتره. يعني صحيح في ناس يمكن تقول لك هي بظهر يعني فل، ولكن هن بقيوا رغم شافوا قدامهم المجازر والدمار والاستشهاد كانوا حاطين روحهم بين ايديهم. فنحن بنقول يمكن برضه يكون صار فيه تقصير، واي انسان يعني ببيته الانسان ممكن يقصر، بعمله يمكن يقصر، بس هذه مش معناتها انه كان فيه فشل او هلا نحن بنقول انه اذا كان فيه، خلينا نحن نقول انه بدنا نكمل هذه المسيره اللي هن كانوا ماشيين عليها، واذا كان في اخطاء بدنا نحاول نصلحها، واذا في عندهم مشاريع بدنا نحاول نكملها، ولكن نحن بدنا نعطيهم حقهم ونوفيهم حقهم لاعضاء بلديه النبطيه السابقه. طيب حاج، خلينا يعني نحن بدنا نحكي عن موضوع خطه السير تحديدا. اكيد من الرئيس البلديه للحاج صادق وزميلنا محمد بيطار وباقي الشهداء اللي هن رفضوا يتركوا المدينه وضحوا بحياتهم كرمال اهل المدينه والصامدين اللي كانوا باقيين بقلب المدينه، والله يرحمهم ومش اكيد مثلهم الجنه. بس موضوع خطه السير اللي بدنا نتحدث عنه، هل نحن بنلوم الشعب او مثلا بنلوم الخطة اللي انوضعت كخطة سير داخل المدينة هل بحاجة لتغيير أو هي ذات الخطة ولكن بصير في تعديلات عليها؟ هلا ليك هن كان في خطة حقيقية وكان ماشي الحال، بس الظروف اللي مرقت فيها البلاد كلها، لبنان يعني بشكل عام مش بس النبطية، ما بعد الثورة بال 2019 وتدهور العملة وتدني المعاشات بشكل عام وما يعني تأتى بعدين مثل الكورونا وغيرها واجت كمان طوفان الأقصى كمان والنزوح، كلها هذه يعني كانت أزمات متتالية على لبنان وعلى منطقتنا بشكل خاص بآخر 3-4 سنين. هلا نحن صراحة كنا نتواصل مع البلدية بهذا المواضيع، ولكن كانت موضوع كان في عندهم 12 شرطي بلدي، مجرد ما صار في تدني بالاجور وهيك في ناس فلوا بقي 4 بس حسب ما عرفنا يعني. فكان في اسباب جوهريه لعدم وضع خطه السير. هلا انا بحكي على مستواي الشخصي، واذا نحن الله كتب لنا وكنا بالمجلس البلدي، انا اللي بقوله انه الانسان اذا كان عنده اول شيء بده يكون في عنده رؤيه وتخطيط، بده يكون عنده اراده، بده يكون في شجاعه واراده يعني صحيح وجرأه واراده لحتى يمارس كل شيء. انا بقول مثلا اذا واحد انسان ببيته او بمؤسسته، كيف بيدير المؤسسه، كيف بيدير البيت الانسان، هذه على المستوى الضيق بيلاقي كل الوسائل المتاحه له وبيقدر يستخدمها ولو باللحم الحي، ولو ما بدون دعم خارجي، ممكن يعمل اي شيء انجاز. نحن بالبلديه نعتبر النبطيه هي بيتنا، لازم نعتبر الواحد بيحافظ على بيته، بده يحافظ على بيته يعني بيحافظ على جنينته،
نبلش من لازم نبلش كرؤية وتخطيط من أول مدينة النبطية إلى أسواقها إلى أحيائها. هذه بتنحط خطوة ورا خطوة لحتى هذه جمالية مدينة النبطية جذب الناس والعالم بهذه الطريقة بتصير. إلى جانب الخطط الثانية وهي أهم صراحة خطة السير، هذه بده ينشغل عليها طبعا، بده يكون في ناس يعني ذوي خبرة بهيك مواضيع، وهن بنحط خطة. الإنسان ما في يشتغل لحاله، بده يكون في ناس خبراء ومساعدين له وبيطرحوا وبناخد بأحسنها. مفروض هيك يعني يصير، وإن شاء الله نحن يعني عندنا النية الحقيقية والصادقة بأخذ خطوات جدية بتلامس الناس والعالم وبتعاني منها. نشوف هون وجع الناس والعالم، هون اللي نحن لازم أول شيء نشتغل عليه وبعدين ننتقل لأمور تانية. طيب، أحد المعلقين على اللايف هلا انه عم بيقول انه نحن قلنا 20 سنه بنتلقى وعود، على طول بنلاقي جوار بالنبطيه، على طول بنلاقي النفايات. هل حتوعدوا الناس انه اذا في حال نجحتوا هاي المشاكل كلها حتنحل؟ أنا صراحة بهذه الفترة من وقت الترشح لهلا ما نزلت شيء، لا برنامج انتخابي ولا شيء، لأنه مثل ما عم تتفضل ويتفضل المعلق انه كلنا انا واحد منهم. يعني انا بالنهايه عايش بالسوق هون، بسمع الوجع والانين والصرخات اللي كانوا يصرخوها من مش مناش نقول من اهمال من البلديه، في ظروف إلنا، بس انه كان في نوع من الاهمال باشياء كثيره. انا واحد منهم يعني بصرخ نفس الشيء، فاني ما نزلت اي شيء لانه ما بدي يكون من الناس اللي بيطلقوا وعود جوفاء وبعدين يتحاسب عليها، ولا انه منا يعني نطعمي مثل ما بقول بطعم الناس جوز فارغ. يعني نحن صراحه هو العمل والشغل بقلب المجلس البلدي بيحكي عن والخطه هو اللي بده يحكي عنه الشخص، لانه الوعود والحكي واخر الشيء يقعد انا بدي اعتذر وما قدرت وكذا، لا خليني انا اشتغل واعمل، وشغلي وعملي هو اللي بيحكي عني بعدين. نحن كلنا ثقه وكلنا امل مثل ما عم احكي انه هذه القصص بدنا نشتغل عليها ونسهر عليها وبكل تفاصيلها كمان. بدي يعطيكم العافيه حاج. ننتقل للسؤال السادس. برايك شو اللي بينقص البلديه؟ شو اللي بينقص البلديه؟ يعني شو بينقصها بعد لتصير بلديه كامله برايك قبل ما نفوت؟ خلينا نشيل مرحله الحرب والدمار اللي صار، انه مع مرحله الحرب والدمار صار ناقصها كثير اشياء. البلديه دمرت المستودع اللي هو كان من ركائز البلديه، راح كل شيء بقلبه، دمرت البلديه، راحت مستنداتها والتفاصيل كلياتها. برايك قبل فتره الحرب شو اللي كان بينقص البلديه؟ قبل فتره الحرب في اشياء بتنقال وفي اشياء ما بتنقال صراحه، بس انا بدي اقول لك شغله، ما بدي اقول شو كان ينقص بلديه النبطيه، بدي اقول شو كان لازم تكون هي تعمل بلديه مدينه النبطيه. تفضل. انا برايي كان في مثل ما بعد برجع للي حكيته قبل شوي، رؤيه وخطه وجرأه واراده وتنفيذ. نحن في ناس كتير هلا بيصوبوا على مدينه النبطيه او بيصوبوا على ناس بيعتبروا انه هن القيمين عليها لمدينه النبطيه. انا ضد هالشيء، هن من داخل المدينه وخارج المدينه عم ينحكى كتير هيك. انا يعني ما بأيد هالموضوع هذا. انا بقول اللي بيشتغل بالعمل البلدي على مستوى الجنوب، اذا نجحت البلديه هذه شغله منيحه له كتير، واذا فشلت مش منيحه. بس بمرات كتير بأماكن الفشل كانت الناس والعالم تصوب على أشخاص وتحملها الفشل وهي ما دخلها. يعني في ظروف قاهرة كانت هي اللي خلت البلدية بمطارح معين يصير في إخفاقات. يعني عم نحكي من الانهيار الاقتصادي، عم نحكي كل الأزمات. أنا إذا بدك أنا برجع لل 2005، نرجع لل 2005 من وقت اغتيال الشهيد رفيق الحريري، ومنروح على 2006 الحرب التدميريه اللي كمان صارت مارستها اسرائيل علينا، ومنعود منفوت بحرب سوريا والنزوح السوري تأثير علينا. نحن يعني الازمات والعقبات والمشاكل الكبيره بلشت معنا، بس نحن الحمد لله نحن اصحاب اراده واصحاب قوه، وكنا على طول نوقف ونواجه كل شيء. نحن يعني شعب مثل شعبنا نحن،
الجنوبي، جنوب لبنان خاصة، اللي مرق عليه بكل هذه السنين. نحن صراحة عم تمارس علينا حرب عالمية، مش إسرائيل ونحن ولا التكفيريين ونحن، في نحن العالم كله صح متكاتف علينا، لأن نحن أصحاب كلمة وأصحاب حق وأصحاب أرض. ونحن بدنا نقول لكل القريب وللبعيد، وخاصة للقريب الموجود بوطننا واللي بيحكي عن تضحياتنا وبقلل من قيمتها، نحن خليه يرجع هو للكتاب التربية المدنية اللي بيتعلموا صف الثاني ابتدائي، أول ابتدائي وثاني ابتدائي للصف الخامس ابتدائي، يتعلم حب الوطن كيف بيكون، حب الأرض، حب التراب. حبة التراب من أرض بلدنا ممكن نقدم مئات الآلاف من الشهداء. نحن هيدي الوطنية الحقيقية. الوطنية الحقيقية مش إنه أنا بيع أرضي أو أتنازل أو إنه يفرض علي العدو اللي بده إياه. مش هيك حب الوطن أبدا، ولا وطنية. هيدي الوطنية الحقيقية هي اللي مكرسة بكل الشرائع وبكل الأمم وبكل المواثيق الدولية، هي الحفاظ على الأرض والحفاظ على الشعب والحفاظ على الأرض والحفاظ على البيوت والحفاظ على الناس والعالم. نحن لما منضحي ومنقدم، نحن مش عبثية. الشهداء اللي سقطوا على الحدود هؤلاء محبين للحياة أكثر من أي إنسان آخر، هؤلاء تجردوا من أنانيتهم، استشهدوا لحتى لي نحن نعيش، لحتى لي الشعب اللبناني يعيش، حتى لي يكون له كرامة، يكون له كرامة وله وجود وله. هاي التضحيات غالية كتير كتير، والله العظيم ما حدا عم يقدر هالتضحيات اللي صارت، خاصة من شركائنا في الوطن بنسميهم نحن. هيدي التضحيات مش بس لجنوب لبنان والأرض ولأرضنا هون بجنوب لبنان، ولا لشعبنا، هي للبنان كله. لازم هؤلاء يعرفوا يستثمروا. نحن ولا مرة عملنا كنتون لحالنا، نحن على طول مادين ايدنا لكل شرائح المجتمع وبكل اطيافه، بكل مذاهبه، بكل مسيحيين وسنة وشيعة، كلنا نحن مادين ايدينا، ولا مرة نحن كرعنا حدا. على طول نحن بتجي الصفعات علينا ونحن مندير الخد اليمين على طول، بيسمعونا. هون هذه مقولة السيد المسيح، نحن عم ننفذها وعم نطبقها، عم ننفذ: من صفعك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، مع شركائنا بالوطن فقط. غير شركائنا لا، ما بنقبل يصفعنا لا على الخد الأيمن ولا على الخد الأيسر. صحيح. نحن شعبنا هون بدي أقول إنه طبق الأسطورة الخرافية اللي هي كانوا على طول بيحكوا فيها اللبنانية بشكل عام، طائر الفينيق اللي بينقتل وبيموت وبينزل بالأرض، بيقعد بيرجع بيطلع من بين الركام وبيحيا. نحن طبقناها، هذه أهل جنوب لبنان طبقنا هذه المقولة فعليا، ما عادش صارت خرافة، هذه حقيقة. أهل جنوب لبنان طبقوا هذه المقومة، وقفنا من بين الرماد ومن بين الركام وعندنا انتفضنا، وقفنا مرفوعين الرأس بكرامة وبشرف، ولا زلنا ولا نزال وسنظل هكذا، لأنه شعب بيعشق الحياة. حاج، أخيرا بدي منك شغلة، تطلع بالكاميرا وتوجه رسالة للي نازلين ينتخبوا نهار السبت، شو بدك تقول لهم؟ ما نقول لهم هيدا لازم، بما انه ما طلعت بالتزكية يعني بالنبطية، مع انه في قرى كتير طلعت بالتزكية وريحوا الناس في العالم من موضوع الانتخابات ومشاكلها. وخاصة نحن صراحة هي كانت مطلوبة بهذه الفترة، خاصة بما يعني التهديدات الدائمة من إسرائيل، صح، يومية ومن غير إسرائيل حتى، يعني هذه أورتاغوس وغيرها تهديدات. يعني كنا نحن وفرنا على حالنا كتير تعب ومعاناة إنه يصير في هلا نحن بنعتبر هذه منافسة شريفة إن شاء الله بتكون، وصحتين على قلب اللي بيربح بالنهاية. نحن بنتمنى طبعا إنه إذا بدك تصوتوا لي، أنا بقول لكم إنه أنا ابن النبطية، ابن هالأسواق، ابن هالأحياء الموجودة بالنبطية، عشت وتربيت فيها مثل ما حكينا أول شيء.
وبتمنى من الكل يعني اللائحة اللي أنا نازل فيها هي لائحة التنمية والوفاء، إنه للأهل للأقارب للأصدقاء للمحبين إنه ينزلوها مثل ما هي 21 عضو. هي هذه بتكون رسالة إن شاء الله للقريب وللبعيد، إنه نحن ناس موحدين. ونحن صراحة يعني هي اللائحة من الأكفاء الموجودين، والناس أصحاب البيوت والأصالة بالنبطية والأخلاق والقيم والمتعلمين والجامعيين. فبنتمنى إنه تنزل اللائحة بكامل أعضائها 21 عضو، لائحة التنمية والوفاء. شكرا لك حاج، وبنتمنى لك كل التوفيق نهار السبت. شكرا لكم. وانت بتستاهل كل خير اكيد. الله يخليكم. متابعينا الكرام، نحن ما حنطول عليكم، يعني بعد دقائق قليله حنكون ايضا بمقابله ثانيه ضمن برنامج طاحه انتخابيه. انطرونا.